الانفلونسرز فقدوا تأثيرهم خلاص وما بقاش ليهم أي تأثير على الناس. ليه؟ علشان هي خلاص هو بقى واخدها شغلانة، بيعمل إعلان لده وبيعمل إعلان لده وبيعمل إعلان لده، بيبقى في مكان وبينزل يروح على مكان تاني، الستوريز مرصوصة ورا بعضها. فالناس خلاص فقدوا ثقتهم فيه وما بقوش واثقين في الحاجة اللي هو بيقدمها، عارفين إنه بياخد فلوس وبيقول نفس الكلام بيكرر نفس الكلام، لدرجة إن خلاص بقينا بنترول على كلمة جوسي الأكل جوسي. فخلاص الانفلونسرز فقدوا تأثيرهم، فانت ما تعتمدش عليهم اكتر من كده. الناس دلوقتي بتتابع الانفلونسرز من باب ان احنا هم بنتفرج بنشوف ايه الجديد، لكن حرفيا تأثيرهم الكبير جدا اللي كان موجود فقدوه دلوقتي. حرفيا الافضل ليك دلوقتي انك تعمل براند امباسادور، يبقى في سفير للبراند بتاعك هو اللي بيعبر عنه ويفضل ثابت معاك، او حتى انك تليد الماركتنج بتاعك بنفسك وتعمل بيرسونال براند قوي وتبدا انت تكون الواجهه بتاعت البراند بتاعك، لان ده هيبقى اقوى جدا وهيخلوا الناس يثقوا فيك اكتر. ولو عاوز تتعلم اكتر ازاي ممكن تعمل ده، ممكن تخش على ذا جوت اكاديمي وتشوف الكورسات اللي عليها هتساعدك انك تنفذ ده باحترافيه شديده. ولو عاوز تشوف محتوى اكتر زي ده، اعمل لي فولو واعمل لايك للفيديو ده علشان دايما هنزل لك معلومات تفيدك في التسويق والبيزنس بتاعك.